السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل البسبوسة بتاعتنا ومشاكلها، واللي بتنشف منها واللي بتفرول منها وما بتظبطش معاها وما بتقطعهاش حتت كده جميلة كده وتملى العين. هنقول مع بعض البسبوسة بكل سهولة، ولا هنعوز حاجات زيادة ولا اي حاجة، كل حاجة في البيت بإذن الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلكم عارفين كيس البسبوسه ده، تمام؟ كيس البسبوسه ده احنا النهارده هنعملها بكميات حلوه جدا، ويعني المقادير حلوه جدا وممتازه باذن الله. يبقى معانا كيس بسبوسه، ومعانا للشربات كيس كوبايتين سكر، ومعانا نص كوبايه سمن، وكوبايه زبادي، يعني صغيرين، كوبايات صغيره، نص سمن وكوبايه زبادي. ومعانا جوز هند مبشور كده، ومعانا جوز هند ناعم، ومعانا سميد بسبوسه. سميد البسبوسه ده هو السر. هنقول هنعمل ايه، والنص ليمونه ده للشربات. احنا هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كوبايتين السكر، هنركن الحاجه بتاعتنا دي على جنب كده، وهنقول بسم الله. كوبايتين السكر، ركزي الله يخليكي في البسبوسه دي عشان تطلع مظبوطه معاكي. انا حطيت كوبايتين سكر، تمام. هنحط 2.5 ميه، 2.5 ميه، تمام. وهيتحطوا على البوتاجاز. اول ما يغلوا نبتدي نعصر النص ليمونه الصغير ده، النص ليمونه ده صغير، تمام. هنسيب الشربات يغلي على البوتاجاز. الشربات ده اهو كوبايتين سكر وكوبايتين ونص ميه، تمام. هنغليهم على البوتاجاز، واول ما يغلوا هنعصر عليهم عصره ليمون. بعد كده يا حبايبي هنرجع ونشوف عملنا ايه. احنا الطريقه بتاعتنا سهله جدا، علشان البسبوسه ما تنشفش معاكي ولا نشوف المشاكل بتاعتها اللي احنا بنعملها دي، اللي بنقابلها. هنسهل الامور يعني بطريقه غير عاديه، تمام. جوز الهند ده احنا هنعمله للتزيين اللي هو الناعم، وجوز الهند الخشن دوت اللي هو المبشور هنحطه جوه ايه، البسبوسه. بصوا يا حبايبي، احنا اولا هنرب الزبادي بالشكل ده، تمام. وهنركنها. هنجيب بقى كيس البسبوسه، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا نص كيس بيكنج باودر، نص كيس يا جماعه، نص كيس اهو، نص كيس، مش هنزود ولا كيس ولا معلقه ولا الكلام ده، وما تخافيش، تمام. وهقلب بالشكل ده، نص كيس بسبوسه، نص كيس بيكنج باودر وكيس البسبوسه، وهنحط عليهم جوز الهند المبشور ده كده، تمام. وهنحط 3 معالق دقيق سميد اللي هو السيمولينا، 2 3 بالظبط، 3 يا جماعه، 3 معالق كبيره من السميد السيمولينا ده، دي السيمولينا. ونقلب بالشكل ده. يبقى احنا حاطين هنا يا حبايبي كيس البسبوسه بتاعنا، ونص ورقه البيكنج باودر بتاعتنا، وجوز الهند ممكن تحطيه، ممكن لو مش موجود مفيش اي مشاكل. والسر بقى في 3 معالق سميد اللي هو السميد السايب بتاع البسبوسه ده، ناعم برضه، تمام. ولا هنحتاج اي حاجه تاني. وهنقول بسم الله، وهندوب احنا ربينا الزبادي دي بالشكل ده، تمام، ماشي. بصي يا حبيبتي، والسمن بتاعنا سايح. وعندنا بقى مطرح كوبايه الزبادي دي هنحط نصها ميه، نصها ميه، شايفه؟ اللي هي كوبايه الزبادي، مطرح الزبادي كده بتدوبي وتحطي الميه بتاعتك هنا كده. انا غسله ايدي كويس طبعا، بسم الله. وهنعجن البسبوسه، احنا ما بنعجنهاش قوي، يعني هي كده ايه،
تمام. هنحط حبه ميه تاني صغيره. شايفه؟ بس كده البسبوسه مش هتحتاج عجن اكتر من كده. خلاص، لو مشيتي بالمقادير اللي انا بقول لك عليها ديت والله هتاكلي احسن بسبوسه، هتبقى في منتهى الجمال، لا ناشفه معاكي ولا مفروله. وطبعا الشربات بيغلى على النار، كوبايتين سكر وكوبايتين ونص ميه. وهنا حطينا كيس البسبوسه ونص ورقه البيكنج باودر وجوز الهند معاكي، وحطينا 3 معالق سميد اللي هو دقيق السمولينا. تمام. والسمن البلدي احنا طبعا حطينا نص كوبايه، نص كوبايه دي. تمام. انا الزبادي دي عاملاها في البيت يا حبايبي. وهجيب صينيه بسم الله مدهونه بالسمن، وهنحط الدقيق بتاع البسبوسه ده بسم الله. شايفه انت اللي بصي ناعمه ازاي؟ شايفه؟ يعني مش عجين، انا مش هعمل عجين، مش هعمل كيكه، انا هعمل البسبوسه. تفرديها كده ايه، تفرديها كده، ممكن تبلي ايدك ميه وتفرديها. انا بقى هبل بايدي ميه وهفردها وارجع لكم. اهو يا حبايب قلب الصينيه بعد ما حطيتها في البسبوسه، بعد ما حطيتها في الصينيه تمام، فردتها بليت ايدي ميه يا دوبك وحطيتها كده. قبل ما تبتدي يا جماعه، وخصوصا وفاء حبيبه قلبي المشاهده بتاعتي بتقول لي يا طنط الحاجه بتنشف ليه في الفرن؟ يا وفاء انا لازم، يعني نبهت عليكم كذا مره يا حبايبي، لازم البوتاجاز يولع قبل ما تشتغلي في الحاجه علشان الحاجه بتاعتك ما تنشفش. على الاقل ربع ساعه او تلت ساعه، يعني ايه، النار تبقى هاديه. فاحنا يا جماعه عشان ما نقعش في المشكله دي لازم يعني تشغلي الفرن قبليها. وكل واحده طبعا عارفه طبيعه الفرن بتاعها. يعني انا عن نفسي الفرن بتاعي بصراحه مش بدرجات، انا بهدي الفرن وبفتح الفرن قبل ما ابتدي الشغل علشان الحاجه تطلع مظبوطه وما تنشفش. تمام. فاحنا لازم نشغل الفرن قبل ما نبتدي بتلت ساعه على الاقل. تمام. بس ما تشغلهوش على نار عاليه عشان الحاجه ما تتحرقش منك. تمام. فاحنا باذن الله نشغل الفرن بتاعنا على نار متوسطه. انا مش يعني مشغله الفرن قبل ما ابتدي الصينيه دي تقريبا بتلت ساعه. تمام. وبعد كده هحط الصينيه بتاعتي، لان انا الفرن بتاعي بصراحه مش بدرجات، فانا عارفه طبيعه الفرن بتاعي بتبقى النار متوسطه، وانت كل واحده عارفه طبيعه فرنها. خلاص. وبتحطي الصينيه دي في البوتاجاز بتحمر فوق وتحت، وبعد كده بتسقيها بالشربات سخن بارد براحتك، انت مقاديرك مظبوطه. المهم انك انت تعملي المقادير دي مظبوطه. عايزه تعملي مقادير الشربات تحطيه بارد مفيش مشاكل، تحطيه سخن مش هنتوقف. طالما البسبوسه بتاعتك معجونه كويس والمقادير بتاعت الشربات بتاعتك كويسه خلاص، يبقى الصينيه هتطلع زي الفل. واهم حاجه الشربات ما يتقلش، الشربات بتاع البسبوسه ما يتقلش. الجماعه اللي بيقولوا لي ان البسبوسه بتبقى ناشفه، ده سبب يا جماعه البسبوسه في نشفان البسبوسه هو الشربات لما بيكون ناشف. خلاص بيكون الشربات قصدي تقيل، هو ده اللي بينشف البسبوسه. فاحنا ان شاء الله مقاديرنا مظبوطه والله وزي الفل، وهتجربيها ان شاء الله وهتاكلي احلى بسبوسه. احنا ان شاء الله هنحطها في الفرن، وبعد ما نسقيها بالشربات هترش عليها جوز هند، تزينيها حسب مزاجك وحسب امكانياتك. وتفضلي هنحطها في الفرن دلوقتي، وبعد كده هنرجع لكم بعد ما نطلعها. وهو يا حبايبي قلب البسبوسه بعد ما استوت بسم الله ما شاء الله. شايفه الترميله بتاعتها. لا نقول حطينا سمن في الشربات ولا الكلام ده كله، احنا هو نص كوبايه الشربات اللي احنا عملناه. شايفه جميله ازاي؟ والشربات بتاعها اهم حاجه انك انت المقادير دي بالظبط. وخلي بالك الصينيه بتاعتك اكبر مقاس في الصينيه بتاعت البسبوسه دي، ده اكبر مقاس عندي. شايفه بسم الله ما شاء الله. بصي شايفه الترميله بتاعت البسبوسه، وقطعه قطعه كمان تمسكيها. شايفه بترفعها ازاي؟ شايفه بسم الله ما شاء الله جميله. وان شاء الله يا حبايبي هتعجبكم جدا باذن الله. المهم انكم تمشوا على المقادير بالظبط، والله هتبقى في منتهى الجمال. اهم حاجه انك انت ما تقلبيش فيها كتير ونعجن ونخليها زي الميه، لا هي زي ما انا وريتك كده باذن الله وهتبقى زي الفل. وباذن الله لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.